فضيحة في برشلونة. شجار بين جافي وفيرمين يتحول لقنبلة داخل غرفة الملابس، والسبب صادم. في كواليس برشلونة المشتعلة، تسربت أنباء عن مشادة نارية بين النجم الشاب جافي وزميله فيرمين لوبيز، كادت تتحول إلى مواجهة بالأيدي لولا التدخل السريع من الموجودين في غرفة الملابس لاحتواء الموقف قبل انفجاره. صحيفة سبورت الكتالونية كشفت أن جافي الغاضب مما جرى لم يكتف بالجدال، بل توجه مباشرة إلى أليخاندرو إتشيفاريا، أحد أقوى الشخصيات في النادي، مطالبا بوضع اسم فيرمين على قائمة المغادرين في الميركاتو الصيفي. المصادر أكدت أن طلب جافي وصل إلى مسامع فيرمين، وهو ما يفسر الرسالة الغامضة التي نشرها الأخير على إنستغرام قبل أن يحذفها لاحقا، وجاء فيها: الأشرار لا ينتصرون أبدا، ولا أولئك الذين يغضون الطرف، ولا من جعلوا الخيانة منهجا والجبن شعارا. القناع يسقط، وعندها يظهر الوجه الحقيقي أمام الجميع. المفاجأة كانت فيما أوردته تقارير إعلامية لاحقا. السبب الخفي وراء التوتر ليس الملعب ولا الكرة، بل خلاف حاد بين صديقتيهما أشعل الأجواء وألقى بظلاله على غرفة ملابس برشلونة.